السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هتكلم في موضوع مهم قوي وحساس للي عايش في الامارات او اللي لسه هيجي البلد جديد، وهو ازاي تعيش في الامارات بمرتب قليل، او بمعنى تاني ازاي تدير شؤونك المالية بمرتب قليل وكمان توفر منه اخر السنة من غير ما تحرم نفسك او تعيش حياة صعبة فتأثر على حالتك النفسية وانت في الغربة، وده اللي احنا مش حابينه. تعال نكون صراحة مع بعض. الامارات بلد الفرص والشغل والبيزنس وكل حاجة، بس هي كمان بلد المغريات. يعني ممكن في يومين تصرف نص راتبك وانت مش فاهم حتى في ايه. الناس بتشوف صور الداون تاون والمولات والعربيات وتفتكر ان كل الناس هنا عايشة مرتاح، بس الحقيقة في ناس مرتباتها ضعيفة جدا ومع ذلك عايشين حياة احسن من ناس كتير مرتباتها 10 اضعاف. السر هنا مش في المرتب، السر في طريقة التفكير الخاصة بيك وإدارة حياتك. وده اللي هنتكلم فيه النهاردة، ازاي تعيش مرتاح في الامارات حتى لو مرتبك صغير، خطوة بخطوة كده وبطريقة ما حدش قالها لك قبل كده. بس قبل ما نبدأ ما تنسانيش اللايك التمام والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وقول لي في الكومنتات رأيك وازاي بتوفر من مرتبك لآخر الشهر. وتعالوا بينا نبدأ بأول غلطة بتدمر أي مغترب خصوصا لو جديد، وهي إن أول ما توصل الإمارات بتحس إنك عايز تعيش الحلم، تاخد أول مرتب وتقول خلاص بقى أنا هكافئ نفسي، فتبدأ بقى تشتري موبايل جديد بالقسط يعني، وتخرج بقى في مطاعم كل أسبوع، تلبس براندات عشان تبقى عايش كويس، وبعد اسبوعين المرتب بيطير وتبدأ بقى الشهر الجديد من الصفر، ومش بس الصفر بيبقى تحت الصفر كمان. لان في ناس كتير بتشتري كذا حاجة مع بعض يعني بالقسط عن طريق مثلا بقى برامج زي تابي وتمارا، ويفضل كل شهر المرتب مخصوم منه اقساط الحاجات دي، فيبقى اصلا نص الراتب على كده يعني كذا شهر. فطبعًا الأمور بتتأزم معاه جدًا، ودي أول غلطة قاتلة، إنك بتحاول تعيش المظاهر قبل ما تثبِّت رجلك في البلد. أول قاعدة ذهبية لازم تبقى عارفها كويس، وهو إنك تعيش أقل من دخلك، وده اللي هاقول لك عليه في الفيديو ده. تاني حاجة هنتكلم فيها وهي سر الناس اللي دايمًا معاها فلوس. شوف، في ناس كتير مرتباتها 2500 و3000 درهم بس عمرهم ما اتزنقوا في فلوس، طيب ليه؟ لأنهم بيحسبوها صح، أول ما المرتب بينزل بيفصلوه في 4 أظرف أو 4 حسابات مختلفة. أول حاجة السكن وده مهم جدًا، تاني حاجة الأكل، وتالت حاجة المواصلات، ورابع حاجة بيحوّشوا أو ادخار أو للطوارئ. ما فيش حاجة اسمها نصرف وبعدين نشوف الباقي، لأ. هم بيصرفوا من اللي بيتبقى بعد التوفير مش العكس، يعني لمّا المرتب بينزل أول حاجة بتشيلها هو مبلغ الادخار الأول، والباقي بتصرفه مش العكس، لإن لو خلّيت الادخار ده في الآخر عمرك ما هتلاقي، لإن الصرف أولًا وده مش هتعمل عليه control، هتفضل تصرف وتقول معايا فلوس لحد ما الآخر خلاص، لحد ما ييجي الشهر تلاقي المرتب خلص ومش هتلحق تحوّش حاجة، وفي الآخر ما بيتحوّشش حاجة طبعًا، ودي نقطة مهمة جدًا. وده الفرق بالضبط بين اللي هيعيش مستور واللي بيعيش مضغوط، يعني بتبقى مأمِّن نَفْسك دايمًا. ممكن يحصل ظرف لا قدّر الله، أنت في غُربة وأنت مش عارف إيه اللي هيحصل، فلازم تحُط فلوس على جنب كل شهر علشان الطوارئ أو حاجة لا قدّر الله تحصل، عايز تنزل فجأة مصر حصل حاجة، فده لازم تكون مأمِّن نَفْسك. طَب إيه البنود المهمة أو المصاريف الأساسية ليك في خلال الشهر اللي ممكن تحوِّش من خلالها، أو زي ما بيقولوا كده تقتصد فيها على قد ما تقدر؟ أول حاجة السكن في الإمارات، أو السكن هو في الإمارات هو رقم 1 في مصاريفك، ودي حقيقة. ناس كتير بتغلط فيها ويروح يسكن في منطقة غالية علشان الراحة أو قريب من الشغل، بس بعد شهرين تلاقيه بيقترض علشان يعيش. خليك ذكي، حاول تختار منطقة مناسبة لمرتبك مش لطموحك. يعني لو شغلك مثلا في دبي دور على المناطق المتوسطة، مثلا في دبي زي القصيص، ديرة القديمة أو المحيصنة، أو حتى في الشارقة في بدايتها كده، يعني مثلا في التعاون أو المجاز، كده تقدر تتحرك بدري. أحسن الإيجارات ومعاه مثلًا احسب الإيجار ومعاه المواصلات كرقم 1 الاتنين مع بعض كده مجموع. وهاقول لك مثلًا أنت سكنت مثلًا في منطقة قريبة من الشغل ومكان كويس وإيجارها مثلًا 2500، تمام، بس لو سكنت مثلًا ب1500 في منطقة أبعد شوية وبتصرف 600 مواصلات مثلًا 600 درهم مواصلات، أنت كده كسبان 400 درهم كل شهر، يعني 4800 درهم في السنة. وأنا دايمًا أقول في فيديوهات قبل كده في موضوع السكن ده، لازم وضروري لمّا تيجي تسكن، خصوصًا إنك مش معاك عربية جديدة لسه، لمّا تيجي تختار السكن ما تجيبش سكن في مكان بعيد ما فيهوش مواصلات، ومكان بعيد عن شغلك، أكيد هيكلفك كتير. لازم تسكن جنب محطة مترو أو باص، والسكن يكون قريب من الشغل مش بعيد علشان توفّر في المواصلات، لإن كده هتوفّر على الأقل 400 درهم أو 500 درهم شهريًا مواصلات، فأنت أولى بالفرق ده.
التوفير مش دايمًا في الأرخص، أوقات التوفير بيكون في الأنسب، لازم يكون مناسب ليك علشان توفّر، مش لازم يكون رخيص عشان توفّر. تاني بند مهم أوي طبعًا الأكل، وخلّينا صريحين، الأكل في الإمارات بيغري، مطاعم كتير في كل مكان، ريحة بقى الكباب والبرجر في كل حتة، بس لو كل يوم بتاكل برّه البيت المرتب ده هيطير أسرع من المترو. فالحل بسيط جدًا، أو حاول تطبخ لنفسك حتى لو أكلة بسيطة، رز، خضار، تونة، أرخص وأنضف من أي حاجة جاهزة من برّه. اشتري بقى من السوبر ماركت وقت العروض زي نستو أو فيفا أو اللولو، حتى لو مش محتاجها دلوقتي بس هتحتاجها بعدين. خزّن الأساسيات، رز وعدس وزيت لمّا يكون في خصومات، ولو مش بتطبخ روح لمطاعم العمال مش عيب، هتاكل مثلًا ب15 درهم وجبات محترمة أحسن من الوجبة ب35 و40 درهم في المولات أو مطاعم غالية، واستخدم كمان التطبيقات زي سمايلز بتوفّر كتير أوي. أنا عن نفسي في الأول كنت باكل جاهز بصراحة ولقيت نفسي باعدّي ال1000 درهم كل شهر، لكن بعد 6 شهور بقى بالضبط ليّا بعد ما جيت في الإمارات وبعد ما استقريت في الشغل والسكن، اتعلمت الطبخ فعلًا حرفيًا، وبقيت باطبخ بنفسي أكل يكفّيني على الأقل 4 أيام. زي وجبات كده ووفّرت معايا كتير أوي، لقيت الرقم مثلًا نزل بقى في حدود مثلًا 700 بعد ما كنت باعدّي ال1100 و1200 في الشهر. بجد حاول أنت كمان تعمل كده، وما كنتش مثلًا باحرم نفسي بأي حاجة، كنت باجيب كل حاجة حرفيًا كان نفسي فيها، هتبقى أوفر بكتير من الأكل الجاهز. تالت حاجة طبعًا مصاريفك الأساسية وهي المواصلات، المواصلات ممكن تكون كابوس أو كنز وهي مرتبطة ارتباط كلّي بالسكن، عشان كده لازم تختار بعناية موضوع السكن ده، وقُلنا قبل كده أهم حاجة تفكّر فيها وأنت بتدوّر على سكن عشان هيوفّر معاك كمان المواصلات، لو كل يوم بتاخد أوبر أو تاكسي علشان ساكن في مكان بعيد، هتحِل مثلًا في الشهر حدود 1200 درهم هتصرفهم، لكن لو استخدمت المترو بقى وكارت النُّل والكلام ده كلّه هتبقى مثلًا في حدود ال350، 400 درهم مش هيزيد أكتر من كده. فأنت تقريبًا وفّرت 800 درهم في الشهر. المواصلات العامة في الإمارات ممتازة ونضيفة ومنظمة، يعني مش هتزهق منها لو استخدمتها كل يوم. رابع حاجة طبعًا هي بقى الخروجات والمولات، بالذات بقى إيه، عبارة عن فشخرة ما لهاش أي لازمة. الإمارات فيها كل حاجة بتخلّيك تصرف من غير ما تحس، حتى لو مش محتاج. عروض وخصومات زي مثلًا حاجات مثلًا buy one get one والبلاك فرايداي ومهرجان دبي للتسوق، كل دي حاجات مغريات بتخلّيك وأنت قاعد كده أو وأنت خارج في أي مول أنت عايز تشتري. استخدم قاعدة ال24 ساعة، اللي هي إيه، أي حاجة أنت نِفْسك فيها، استنى مثلًا يوم أو 24 ساعة، لو لسه محتاجها بعدها اشتريها، لكن غير كده ما تشتريهاش، يعني من 8 ل10 مرات هتنسى إنك عايز تشتري حاجة أو اللي أنت كنت عايز تشتريها دي، لو أنت أجّلت الموضوع أو التفكير يوم أو يومين، هتلاقي نَفْسك أنت مش محتاجها والموضوع عدّى عليك من غير ما تشتريها، فده معناه إن أنت ما كنتش محتاجها أصلًا. خامس حاجة بقى إيه، حاول تضاعف دخلك حتى لو مرتبك صغير، كلنا بنفكر نوفّر بس قليل أوي اللي بيفكر يزوّد دخله، والإنترنت مليان فرص، اشتغل مثلًا freelancer في مجال مثلًا زي التصميم أو الترجمة أو الكتابة أو التسويق، اعمل قناة على اليوتيوب تشارك فيها تجاربك أو حاجة أنت شاطر فيها مثلًا تعلّمها للناس، بيع أي حاجة منتج مثلًا أونلاين حتى لو بسيطة، حتى لو جاب لك 500 درهم في الشهر، ما دام جاب لك فلوس بعد كده هيزيد وهيبقى مرتبك كبير أوي إن شاء الله عن طريق الأونلاين. فأنت لو جالك مثلًا من الأونلاين ده 500 درهم في الشهر، أنت تقريبًا بيخش لك في 5000 ل6000 في السنة، يعني مكافأة من شغلك من غير ما تستنى المدير وما تقولش بقى ما عنديش وقت، قُل ما عنديش خطة، وده تقدر تشتغل عليه بنفسك وهتوصل للخطة المناسبة لو أنت عايز. آخر حاجة عايز أتكلم فيها وهي الراحة النفسية أهم من الفلوس على فكرة، التوفير الحقيقي بجد مش في الفلوس، التوفير في الضغط اللي بتعيشه كل شهر وأنت خايف إن المرتب يخلص. لمّا تتعلم تتحكم في مصاريفك بتحس براحة داخلية، يعني هي الإمارات أصلًا مش بلد غالية، الإمارات بلد منظمة، لو أنت منظم هتعيش مرتاح حتى لو ب3000 درهم أو 2500 درهم مثلًا مرتبك في الشهر، ولو مش منظم هتتزنق حتى لو مرتبك 10,000 درهم. في النهاية يا صاحبي التوفير مش معناه إنك تعيش فقير، التوفير معناه إنك تعيش بذكاء. الإمارات فيها فرص لا حصر لها، بس لازم تكون جاهز تستغلها، مش تضيّعها على القهوة والتيشيرتات الجديدة والموبايلات الجديدة والإكسسوارات. لو عايزني أعمل جزء تاني عن إزاي تزوّد دخلك في الإمارات بخطوات عملية، اكتب لي في الكومنت واعمل لايك علشان أعرف إنك من الناس اللي ناوية فعلًا تبني حياتها صح. أشوفك في الفيديو الجاي، سلام.